السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نغسل مواعين العزومة دي مع بعض ونتكلم شوية. هنا بصور لكم بقى المطبخ بتاعي بسيط. بصور لكم المطبقية. انا حاطه 2 مطبقية عشان تاخد المواعين كلها، عشان مطبقية واحدة مش هتكفي المواعين، عشان انا ما عنديش دولاب مطبخ. كان عندي مطبخ كامل من كل حاجة، بس لما عزلت وسبت شقتي لظروف كده هبقى احكي لكم عليها بعدين. سبت كل حاجة. فدلوقتي المطبخ دلوقتي مفيهوش دولاب، فالدولاب يعني بينفعنا كتير طبعا كستات بيوت، بيشيل بقى المواعين وبيشيل حاجات كتير. حتى هتلاحظوا دلوقتي لما اخلص كل المواعين هتشوفوني رصاها فين. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. دلوقتي بغسل بس الرخام كده قبل ما اصبن المواعين. دي مواعين عزومه عشان كده هتلاقوها كتير قوي، وانا بحب اما اعزم حد ما احبش اتعب حد يغسل لي مواعين او يعمل لي حاجه. يعني انا عازمه حد يقضي يوم حلو معانا، مش هجيبها طبعا تغسل مواعين وتتعب وكده. فضيوفك حاولي على قد ما تقدري تبسطيهم، وتريحيهم. هما جايين يغيروا عندك جو ويقضوا يوم حلو كده، مش يعني طالعين من بيتهم بقى بعيد عن الطبيخ والمطبخ بتاعهم. ما يجوش عندك انتي عازماهم بقى ويخشوا المطبخ يغسلوا مواعين ويتعبوا نفسهم. انا مش بحب كده. فما بحبش حد يبقى عندي ويغسل مواعين او يعمل لي حاجه. عشان كده هجيب بقى مواعين العزومه كتير. آه بس بقول لكم بقى على شخصيتي، انا ما بحبش حد لما اعزم حد عندي يغسل مواعين او هتعبه في حاجه. بحب اللي يجي عندي يبقى مبسوط، وتيجي ترتاح، يعني تقضي اليوم بتاعها وكده ويرتاح. هنا بقى حاطه فوطه على الحنفيه عشان ما بنش فيها. بصبن بقى كده المواعين. انا بستخدم السلك العادي، بينضف المواعين جدا. بس بقى نصيحتي للبنات اللي لسه متجوزه، انت جايبه حله تيفال او حله الجرانيت، فما تغسلهاش طبعا بالسلك العادي، هتبوظيها وهتتجرح معاكي. لا، انت تستخدمي لفت المواعين عشان تحافظي على حاجتك. انا بستخدم بقى سلك المواعين عشان المواعين عندي قديمه، والحله اللي عايز يعني قديمه برضو مش جديده. فعادي بالنسبه لي عادي. لكن انت كعروسه لسه متجوزه حافظي على حاجتك. واعملي ليفه للمواعين وليفه للرخام والبوتاجاز، يعني خلي ليفه مخصصه للمواعين بس، وليفه تانية للرخام بتاع المطبخ بتاعك والبوتاجاز. وكل يوم لما تخلصي مواعينك حطيها في ميه سخنه وشويه خل كده تعقميها، وكل فتره قريبه تغيريها. ما تجيبيش الليفه وتغسلي بيها فتره طويله جدا، عشان الليفه دي بتشيل بكتيريا كتير. انا اصلا ما بحبهاش والله. يعني انا عملت الحلل بتاعتي كنت مجدداها، ما قعدوش سنه وباظوا بسبب السلك العادي. بس انا بقولك انتي بقى احافظي على حاجتك. والصراحه انا بحب السلك العادي. ليه؟ بغسل بيه وبرميها، يعني كل ما اغسل مواعين اجيب حته سلكه كده على قد المواعين. وهتلاقوني في المواعين دي غيرت كذا مره السلكه. ليه؟ هخلص الاطباق بعد كده في حلل وفي كوبايات. كل يعني خلصت الاطباق رميت السلكه. الكوبايات بعملها سلكه نضيفه، والحلل نفس الحاجه. انا عن نفسي بفضل السلك العادي، بس احنا لازم طالما الحاجه جديده لازم نحافظ عليها على قد ما نقدر. والسلك العادي بيخلي المواعين بتلمع وبتزيق وجميله. هتسمعوا حتى في بدايه الفيديو وانا بشطف المواعين هتلاقوا الاطباق كده بحب الاطباق كده اصبنها تسبينه كويسه مره واتنين. وهحب المواعين تبقى بتزيق كده معايا. ما بحبش بقى اللي يغسل مواعين كده دوبك شاطفه كده في الطبق والطبق يبقى مدهن وكده، لا. بحب اعقم المواعين جدا. واقول لكم المعلومه دي كمان والله تعبت عظمي. يعني انا من صغري بعمل عندي بقى وسواس نظافه، اقعد اغسل في الحاجه مره واتنين وتلاته. فده تعب عظم كتير عشان انا من صغري في الميه. هنيجي بقى في حته اللي انا من صغري في الميه لازم نحافظ على صحتنا، عشان لما مثلا نخلف ونقدر نربي اولادنا ويبقى عندنا صحه كويسه. هحكي لكم عليها بعدين، بس دلوقتي خلينا في المواعين. دلوقتي زي ما قلت للبنات، اللي هي لسه بقى تبدا حياه جديده، ربنا يسعد البنات كلها يا رب. زي ما قلت لك ليفه للمواعين، ليفه للبوتاجاز والرخامه. وحاولي بقى لو انت لسه بتوضبي شقتك اعملي بلاعه اللي هي بتاعه الصرف الصحي دي في المطبخ. دي هتفيدك كتير. هتسيقي المطبخ كل يوم، هتكبي بقى ربس بقى وميه وهتشدي كده بالمساحه. هيبقى الموضوع سهل عندك كتير، يعني عكس ما يكونش عندك البلاعه دي. انا في شقتي اللي قبل دي ما كانش عندي البلاعه في المطبخ، كنت بعاني كتير. كل يوم بقى لازم اصبن المطبخ واكب ميه وربسه واقعد بقى اشيل في الميه. كان ظهري دايما بيتعبني. لكن المطبخ ده فيه البلاعه، فكل يوم بكب ميه بربسه واسحب المساحه كده. ما شاء الله مش بتعب خالص فيه، وكل يوم بتنضفيه وبيبقى ريحته حلوه. لما بتكبي ميه كده بقى وتصبيني بقى بالمكنسه كده، تدعكي دعكه كويسه كده بالمكنسه، وترجعي تشطفيه كده وتسحبي الميه بالمساحه، بيبقى الريحه طالعه ما شاء الله جميله. عكس بقى ما بنقعد نشيل ميه ونتعب لا، انت كده هتعمليه كل يوم مش هتكسلي. هتفيدك برضو لو الحوض عندك السد، هتجيبي السباك هيسلكلك بالبلاعه. انا شقتي اللي قبل دي ما كانش عندي بلاعه في المطبخ، كان بيرمي على الحمام.
فاضطر يكسر لي السيراميك كله اللي تحت الرخامه عشان يعرف يسلك الحوض ويعرف يسلك الانسداد. لكن البلاعه موجوده في المطبخ هيسلكها لك من البلاعه. دي برضو ميزه اللي هي تبقى البلاعه دي في المطبخ. وحاجه تانية برضو للبنات اللي لسه كده هتبدا حياتها، هاتي مساحه للمطبخ ومساحه للحمام. ما تستخدميش المساحه بتاعت الحمام للمطبخ. يعني انت كل يوم هتسيقي المطبخ، ما ينفعش اخد المساحه بتاعت الحمام امسح بيها المطبخ. خلي المطبخ ليه مساحه لوحده والحمام ليه مساحه لوحده. حتى انت لو غسلاها ونضيفه وكل حاجه، بس كده افضل بكتير. مساحه الحمام مهما بنكون بننضفه برضو كده غير المطبخ. خلي المطبخ حاجته كده مخصصه بيه، يبقى عندك مساحه للمطبخ ومساحه للحمام. دي حاجه برضو من ضمن الحاجات. والبنات يعني حاولوا تغسلوا المواعين اول باول عشان ما تعملش ريحه والمطبخ بتاعك يبقى ريحته حلوه. بصوا تعرفوا الست النظيفه من من مطبخها وحمامها. انت دخلتي بيت المطبخ بتاعه نظيف والحمام نظيف ومرتب، مفيش هدوم مش نظيفه، والمطبخ ما شاء الله مفيهوش مواعين مفيهوش كركبه مفيهوش زباله، ما شاء الله، يبقى البيت كله نظيف. طالما المطبخ اساس البيت المطبخ والحمام، نضفتي الحاجتين دول يبقى بقيه الشقه كلها سهله وما شاء الله في ريحه طيبه كده في البيت ومفيش بقى هموش ومفيش اي حاجه مش كويسه. دي حاجه برضو من ضمن الحاجات. وانا حاطه باسكت في المطبخ وباسكت على الباستا. ما بحبش اطلع الباسكت بتاع المطبخ اسيبه على الباستا وارجع ادخله تاني، لان انا حاطه واحد على للباستا للبواب لما يطلع ياخد الزباله، وحاطه واحد في المطبخ. بتاع المطبخ بقى بنحط له كيسه، يعني نغسله غسله كويسه، نحط له معطر ونحط له كيسه كبيره. انتي شلتي منه الزباله لقيتيه نضيف وزي الفل خلاص ما تغسلوش كل يوم. لكن مثلا يعني الزباله نزلت فيه ميه او كده لازم يتصبن افضل كل يوم. ولما تخلصي مواعين صبني بقى المطبخ، هاتي كلوركس الوان ريحته بتبقى جميله قوي، مع شويه برسيل كده ولا شويه اريال شويه اي مسحوق عندك. لازم تصبني الارضيه كده بالرخام بالبوتاجاز كل يوم، هتلاقي مطبخك ما شاء الله نضيف وزي الفل. وحاجه تانية برضو لما نحافظ على السيراميك بتاع المطبخ، لما تحافظي عليه من الدهون تغسليه كده كل فتره قريبه، ما شاء الله المطبخ ما تلاقوش يعني مش بتلاقي فيه ريحه مش كويسه. عارفه لو انت منضفه كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي والاشاني بتاع المطبخ كله دهون بالماسوره بقى بتاعه الغاز بكده، اول ما تخشي المطبخ كده بتلاقي فيه ريحه مش كويسه، فالريحه دي جايلك من كتر الدهون اللي على الحيطه. لا نحاول برضو الاشاني بتاع المطبخ ننضفه كل فتره قريبه كده، نديله تسكينه حلوه، وده بيفرق كتير. ودولاب المطبخ بقى لو انت عندك بقى دولاب، انا والله كنت عارفه كنت كل يومين المع الدولاب من بره ومن جوه. انا عملت حاجات من صغري والله العظيم اثر عليا دلوقتي. يعني دلوقتي يعني انا سني صغير بس عظمي مش قادره بيه. ليه؟ انا من صغري من وانا صغيره جدا كنت اساعد ماما في البيت، ومن النوع اللي انا ما بحبش اقعد، بحب النظافه. كنت دايما اغسل المواعين كلها، هي تعمل الاكل انا اغسل الاكل كله، يعني بغسل الخضار انقلها الخضار اغسل لها الرز اعملها وهي تطبخ. فتعلمت كل الحاجات دي من صغري عشان من صغري وانا في المطبخ. وكان ما شاء الله يعني احنا كنا بيت كبير وكده، كنت مش بقعد بقى طول اليوم، ما كنتش بقعد في غسيل مواعين وغسيل على الغساله العاديه، فكل ده والله العظيم اثر عليا كتير. فبرضو رسالتي لكل ام، يعني بنتك شاطره كده مثلا وشطوره بتحب اعمال البيت وكده، حاولي انت يعني حاولي انت تنصحيها ما تسيبهاش. يعني انا والدتي كانت بتسيبني اعمل كل حاجه، يعني ما فيش توعيه بقى اللي تقولي حافظي على عظمك ارتاحي، لا انا كنت مثلا طول اليوم ما اقعدش. فكل ده اثر عليا. جيت برضو اتجوزت وخلفت برضو مش بقعد، فاثر على عظمي جدا، على طول عظمي دلوقتي تعبني. الشغل حلو وكل حاجه والعمال البيت حاجه كويسه، ما تتعلمي تعملي كل حاجه بس في المعقول، مش يبقى كل حمل البيت عليكي. من صغري وانا بعمل عند في بيت والدتي كده، جيت برضو اتجوزت عملت برضو كده في بيتي، ما كنتش برتاح خالص. انا برضو ما كنتش بريح نفسي. يعني اول ما اتجوزت شقتي نظيفه، الستاير نظيفه، تلاقوني اصحى من النجمه اشيل الستاير اغسلها، اقعد المع، ما كنتش مريحه نفسي خالص. فده اثر عليا دلوقتي. نصيحتي برضو لاي بنوته، انتي بتحبي شغل البيت ولسه كده بصحتك وما شاء الله صحتك كويسه، ما تهلكيش نفسك في الحاجات دي. الحاجات دي عمرها ما بتخلص. لو انتي كده سبتي نفسك لحد تاني يوم في البيت، حاجه البيت حتى لو نضيف وانتي بقى من هنا لهنا عايزه تلمعي عايزه تعملي ده تعملي ده، والله العظيم مش هتقعدي. فبقولك لا، واحده واحده على نفسك عشان صحتك. انا كان بيجي عليا العيد مش عارفه انزل افسح بناتي،
خلاص بقى، يعني انا شقتي نضيفه بس عاده بقى ايه كلنا المصريين عارفينها، لازم نشيل الشقه كلها قبل العيد وفرحه العيد وكده. كان بقى يجي اول يوم العيد انا عايزه انام خلاص، انا مش قادره بجسمي ومش قادره انزل. فكتير ما كنتش بنزل مع البنات بسبب كده. فبقولك لا، استمتعي بحياتك واستمتعي باولادك. الشغل مش بيخلص، وطالما انتي بيتك نضيف خلاص ما تهلكيش نفسك. انا كان بيتي بيبقى نضيف واقعد اقلبه واعمله من اول وجديد تاني. فدي حاجه مش كويسه. بنصح اي ام بقى نصحي بنتك، يعني مامتي انا ما كانتش بتقولي، كانت بتسيبني اعمل. فبقولك انتي عندك بنوته كده شبهي، فحاولي قولها حافظي على صحتك، بلاش الميه. بلاش تهلكي صحتك اولادك هتحتاجها وانتي هتحتاجيها بعد كده. ما يبقاش سنك صغير زي كده واقعد اعاني بقى بعضمي ورجلي وحاجات كتير. فالصحه مفيش احسن من الصحه، لازم نحافظ عليها، وكل حاجه في المعقول كويسه. هنا بوريكم بقى ايه المواعين عندي بتلمع وكده. اخدت وقت طويل معاكم في المواعين، بس قلت اتسلى كده معاكم في الكلام. يا رب يكون كلامي بيفيد اي حد بيسمعه. وبحب اتكلم معاكم، ويا ريتكم كنتوا موجودين في حياتي من زمان عشان كنت اقول لكم على الحاجات اللي انا مريت بيها. يعني كنت افتح بقى التليفون واشارككم وكده. مريت بحاجات صعبه كتير، يا رب ربنا ما يوريهاش لحد ابدا ابدا. فبقعد افكر كده. هنا كنت بوريكم ان انا بغير السلك عشان لو انتوا مش واخدين بالكم. مريت بحاجات كتير، فبقول ايه لو انا كان عندي مثلا متابعين وكده، كان في الوقت اللي انا مريت بيه ممكن كنت فتحت التليفون وكلمتكم، يعني يعني قعدت استشيركم في حاجات كتير مريت بيها. ممكن كان اي حد فادني. آه بس اقول الحمد لله على كل شيء، ويا رب يا رب ما حدش يمر باي حاجه وحشه في حياته. انا مريت بحاجات وحشه كتير كتير. اقول الحمد لله على كل حال، ويا رب يحفظ الناس كلها من كل شر. واي حد اتظلم ربنا يعوضه يا رب يعني يعوضنا في اولادنا ويعوضنا في صحتنا. واللي عند ربنا مش بيروح. بس هنا بقى بصوا خلصت مواعين كتير. بغسلها كده قدامكم واحطها على الرخامه. بعد كده بقى ايه، آه هغير بقى هدومي دي وهعلقها بقى عشان هدومي كلها مواعين، كلها مطرح المواعين صابون وميه. انا بس بغسلها قدامكم كده على الرخامه، وبعد كده ايه هغير هدومي واعلقها بقى على المطبقيه. هنا بقى بغسل الكوبايات. وطالما المواعين عندي باتت، مثلا انا كنت عازمه ضيوف وكده وباتت، بحب اصبنها مرتين. هتلاقوني بعد ما اخلص بقى كل المواعين هاجي عندي مصفى ألمونيا كبيره بحطها على الرخامه. بصفي عليها المواعين. بعد المواعين ما بتصفى خالص ساعات بقى بحط الحلل في قلب بعد ما تنشف خالص من الميه، واحطها فوق المطبقيه. وعندي برضو كده ترابيزه صغيره حطها ايه ورايا كده في المطبخ. برص برضو عليها ايه المواعين بتاعتي لحد ربنا ان شاء الله ما يكرم واعمل دولاب. لما تكون عندك حاجات كتير وبعد كده تصبحي تلاقي الحاجات دي مش عندك، فدي بتتعب نفسيا كتير برضو. بس نقول الحمد لله على كل حال. وسبحان الله كل حاجه ليها حاجه، يعني كل حاجه بتبقى البيت محتاجها وانتي محتاجاها بتريح كتير. يعني المطبخ برضو لما يبقى فيه دولاب او ترصي فيه حلالك وحاجاتك وخزينك، الحاجات دي برضو ايه بتريحك نفسيا، والحاجات بتبقى مرتبه وسهله بالنسبه لك. غير بقى ما تحطي على مثلا ايه ترابيزه صغيره حاجاتك وكده. بس نقول الحمد لله. احنا راضيين باي حاجه، يعني ايه ربنا بيجيبها لنا يعني. هنا بقى بصبن الكوبايات. البنات برضو لسه بتتعلم، ما تصبنيش المواعين ولا الحلل بتاعتك وتحطيها في الدولاب بالميه بتاعتها، لازم تتصفى خالص من الميه بعد كده ترصيها في الدولاب. ما ينفعش نغسل الحلل مبلوله او المواعين مبلوله ونحطها في قلب الدولاب ونقفل عليها الدولاب. دي هتعمل بكتيريا وهتعمل ريحه وحشه والحله مش هتبقى نظيفه خالص. لا، لازم تكفي المواعين كده على الرخامه او على حاجه لحد ما تصفي خالص بعد كده ترصيها. وحتى لو في نيش طلعتي حاجه من النيش، عندك ضيوف عندك حاجات، طلعتي كاسات طلعتي اطباق صيني اي حاجه طلعتيها من النيش. بعد ما تتغسل سيبيها تنشف تماما بعد كده حطيها في النيش، ما تحطهاش بميتها. الميه بتعمل بكتيريا وبتبوظ الحاجه. والرخام لازم نخلص بقى المواعين بتاعتنا. انا لازم كل يوم بعد ما اغسل المواعين اصبن الرخامه كلها واصبن البوتاجاز. والارض لازم اصبنها. ما شاء الله هتلاقي المطبخ ريحته حلوه كده والبيت ريحته ما شاء الله حلوه. غسالة الاطباق بقى ربنا يكرم يا رب، ربنا يكرمني ويكرم الناس كلها. غسالة الاطباق بتريح جدا طبعا. تخيلي بقى لو عندي غسالة اطباق هلم فيها كل الصيني. بصي انا غسلت الصيني قد ايه بكوبايات كتير ومعالق. هي غسالة الاطباق بتلم كل ده. تخيلي بقى انت دلوقتي عندي غسالة اطباق
هدخل فيها كل ده، هغسل بس الحلل. فانت هتوفري تعب كتير يعني، هتوفري ميه وهتوفري صحتك. فبنصح برضو كل بنوته لو ربنا كرمك او كارم خطيبك، يعني حاولوا تجيبوها. دي اساسيات الشقه والله العظيم، بتفرق كتير، هتريحك كتير. زي برضو المكنسه الكهرباء بتريح، الغساله الاوتوماتيك بتريح. الحاجات دي بتفرق كتير في صحتنا. انا طول عمري بغسل على العاديه، عند والدتي كنت بغسل على العاديه. ومن صغري بقى في الميه بقى كنت بغسل وبعمل حاجات كتير. لما اتجوزت برضو ما كانش عندي اوتوماتيك، بغسل برضو على العاديه. معاناه بقى في الغساله العاديه دي، معاناه في ايه بالنسبه لي؟ هي الهدوم نظيفه، يعني دي هدوم بيت نظيفه، بس انا بحب ايه اعمل بقى ايه ربص كتير. والشتيف هو اللي بيتعبني، لازم اغسل الحاجه زي ما بشطف المواعين كده كويس، بشطف برضو الهدوم كويس. ياما بقى ايه شفت في حته الغسيل دي معاناه كتير، هحكيها لكم في فيديوهات تانية عن الجيران بقى وكده. انا شفت كتير قوي من الجيران والله العظيم. والله العظيم انا مش بشكر في نفسي، انا عمري ما اذيت حد، وعمري ما بحب اذى حد والله العظيم زي ما بقول لكم. ودايما حظي وحش مع الجيران. تخيلوا بقى كده، كنت بغسل على الغساله العاديه 3 4 ساعات، اغسل هدوم بقى بناتي ما شاء الله، وهدومي وماليات سرير وفوط وبشاكير، واملى البلكونه. انا معاناتي بقى في الشتيف، بشطف بقى، بتعب بقى من الشتيف وربصه، لازم اغسل هدوم كويسه، واغسل الجبابيس وامسح الحبال، واملى البلكونه بقى غسيل. تخيلوا كده بقى لثواني قبل ما احكيلكوا ايه اللي كان بيحصل. والله العظيم زي ما بحكيلكوا، املى البلكونه كانت عندي ايه يعني كبيره، املاها بقى غسيل، وغسيل ما شاء الله مليان غسيل وانا تعبانه فيه. تيجي بقى جارتي اللي فوق والله العظيم زي ما بحكيلكوا كده، تجيب تيشيرت احمر وتيشيرت ازرق بينزلوا لون، تبل التيشيرتات دي 2 وتحط لي واحد في البلكونه من اولها، يعني واحد من هنا وواحد من هنا، والهوا مع الميه هي منشران بميه. تخيلوا بقى الالوان دي نازله على الغسيل. هيعمل ايه في الغسيل؟ بصوا هنا كان النور قطع، هنا كان جه، قعدت برضو اكمل في الضلمه وبعد كده كملت معاكم. تخيلوا بقى كده انتوا غاسلين وتعبانين في الغسيل والموقف ده يحصل، والله العظيم. وطلعت لها بدل المره 3 4 مرات اقول لها يا حبيبتي انزلي خبطي عليا، قولي لي حطي مشمع. الوقت ده ما كانش عندي تندة، قولي لي حطي مشمع. لو انا ما حطيتش مشمع نشري زي ما انت عايزه. كانت الجاره دي كله بيشتكي منها، كانت تقعد تصوت انا مش فاضيه هنزل اخبط على حد، لا انا مش فاضيه، انا انشر براحتي، انا اعمل براحتي. والله العظيم طرحت لها كذا مره. قعدت بقى لحد اعاني منها والله العظيم، كل ما نشر تعمل كده، لحد ما يعني ربنا سهل وعملت التندة رحمتني كتير منها. بنصح اي حد كده ربنا كرمه يعمل التندة حلوة قوي. اول حاجه هتحمي الغسيل بتاعك، تاني حاجه هتداريكي من الناس اللي في وشك، هتبقي قاعده في البيت كده براحتك ومهويه البلكونه. ما شاء الله التندة جميله جميله، افضل من الستاره، يعني افضل من الستاير بكتير. الستاره بنركبها ما بتقعدش كام شهر وبتشيل، غير كده الهوا بيقعد يطيرها، لو انت في العالي وعندك هوا مش هتثبت على الحبال وهتعمليها زي قلتها. فبقولك من الاول ما تصرفيش على اي ستاره تعمليها في البلكونه. ربنا يكرم الجميع كده يا رب، واللي في نفسه حاجه ربنا يحققها له. فلما عملت التندة بقى كنت براحتي كتير، يعني انا عانيت كتير كذا سنه. اول الست دي ما جت انا كنت ساكنه قبل منها، عانيت كتير والله العظيم منها. بس زي ما في جيران مش كويسه في جيران حلوه. انا منساش جارتي اللي تحت، كانت ست كده كبيره قد والدتي، دي جميله انا بحبها جدا، كانت بتحبني قوي. ربنا يا رب يكرمها يا رب ويديها الصحه. كانت دايما بتديني في نصايح، ما تلاقيني مثلا كل يوم غاسله ومنشره، وكنت بغسل بقى العاديه وهي عارفه ان انا ما عنديش اوتوماتيك. كانت تقعد بقى يعني تقعد توصيني على نفسي كتير. تقعد تقولي يا مروه انت ما توصلي لسن ال30 انت لسه صغيره، هتتعبي وهتشتكي بعظمك. وفعلا كل ده حصل. إيه فدي كانت ست جميله وبحبها. يعني زي ما بذكر لكم الوحش اللي فيه جيران وحشه، لا في جيران كويسه وفي ناس جميله. انا لحد النهارده مش ناسياها وبحبها. إيه وهي ست جميله وكانت طيبه، وزي ما قلت لكم كانت بتنصحني كتير وبتوصيني على نفسي وكانت بتحبني زي بنتها بالظبط. إيه فزي ما بقول لكم في ناس وحشه لا في ناس حلوه برضو، ويا رب يا رب يجمعنا دايما مع الناس الحلوه. بس والناس الوحشه دي بقى ربنا يهديها لنفسها وبس. في ناس والله مؤذيه وما بتحبش الخير لحد. طب انا تحتها على طول، يعني انا والله العظيم دلوقتي، يعني انا ساكنه في ادوار عاليه، لما بغسل حاجه فيها ميه ولا حاجه والله العظيم بنزل على الناس اللي منشره. انتوا متخيلين بلبس مخصوص وانزل اخبط على كذا شقه، يعني ممكن يبقى في 3 بلكونات منشرين وانا في ادوار عاليه، انزل اخبط عليهم اقول لهم انا هنشر حاجات فيها ميه، انا هنفض سجاد.
يعني احنا لازم نراعي ربنا عشان ربنا يكرمنا. والله في مثل بيقولك ايه، اختار الجار قبل الدار. المثل ده والله العظيم ما كذبش، بس احنا هنعرف الجار ده كويس ولا وحش ازاي يعني غير لما نعاشره. يعني في ناس يعني ربنا يهديها. ويا سلام بقى ايه لما يكون جارتك اللي تحت ولا فوق نضيفه في شقتها زي ما انتي نضيفه في شقتك، هتشمي روايح حلوه، في نظافه سلم. يجيلك بقى ناس ما يعرفوش حاجه عن النظافه، والله العظيم هتلاقي الصراصير داخليلك. يعني الناس اللي جم انا في شقتي دي والله العظيم، بس انا مش بجيب سيره حد عشان ما تبقاش غيبه، بس اقول لكم على اللي بيحصل. الناس اللي جم بقى في شقتي دي حكيت لكم قبل كده موقف عن الميه اللي هم عملوها كبوها عندي وكده. الناس دي من ساعه ما جت والله العظيم العرس كنت بشوفها على البسطه عندي. العرس ليه بقى العرس؟ آه هم بيطلعوا الزباله من غير باسكت على البسطه، والمنور طبيعي بيبقى فيه فران في حاجه، ما انا عارفه اللي فيه فران. العرس دي جت منين؟ البسطه بتاعتهم فوقيه الدور. يعني انا كنت بترعب كده بطلع احط كارت الميه على السطوح، بترعب العرس رايحه جايه كده يا خبر ابيض. بيجوا على الزباله. شباك الحمام ما بي... الشباك بتاع الحمام عندي بيتفتح على المنور، الاقي واخدين من الزباله بتاعتهم حاطين على الشباك شوك سمك، والشوك ده بيلم حشرات. يعني ايه يعني مش عارفه اقول كميه قرف والله العظيم. البسطه بتاعتهم على طول الزباله متبهدله بسبب العرس دي. افتح باب شقتي في يوم، كنت اول مره اشوفها خبر ابيض. اول ما افتح الباب لقيتها جرت من عندي، ما فرق بيني وبينها دور، انا ما عنديش زباله، انا حاطه الباسكت بسطتي نضيفه ومنضفاها. والله العظيم بص قلبي وقع ليه، كانت قدام الشقه عندي انا بفتح لقيتها جرت على فوق. هي عارفه مكانها فين. الحاجات دي بتيجي من الزباله والمكان مش نضيف. السطوح برضو يعني من ساعه ما جم بنعاني بقى من الحشرات. حكيت لكم قبل كده اللي السوس دخل شقتي بسببهم، والمعاناه اللي انا عانيت بيها كنت قايلاها في فيديو عشان ما عادش الكلام تاني. والله العظيم كل شويه الاقي ايه، صرصور. العرس دي على البسطه. السلم بتاعهم مش نضيف خالص. مهما انا بقى بنضف عندي فرق بيني وبينها دور، فالريحه واصله، الحشرات بتيجي، فدي معاناه. لكن انتي بقى ايه مش يعني منضفه شقتك، اللي فوق نضيفه واللي ساكنه تحتك نضيفه، فالعماره كلها هتبقى نضيفه. لكن الناس كده متعرفش اي حاجه عن النظافه والله العظيم. والناس دي كمان يعني الجاره القديمه دي في شقتي القديمه اللي انا حكيت لكم عنها، الناس بقى اللي كبوا عندي ميه دي وحكيت لكم القصه في فيديو. والله العظيم زي ما بقول لكم، انا دلوقتي عامله تندة، البلكونه عندي كبيره فعامله التندة على جنب. كنت بقى ماسكه البلكونه، الشيش بالسيراميك وبالحبال بالدبابيس بكل حاجه، ومليت البلكونه غسيل، وعندي منشر كده مليه غسيل. تيجي هي بقى الساعه 10 بالليل تعمل ايه؟ انا طول النهار بنضف في البلكونه ومنشره وكل حاجه، كنت مطلعه سجاده من عندها الساعه 10 بالليل والاقي الهبد هبد هبد. طلعت والله العظيم زي ما بحكي لكم، حتى التندة يعني بعيد عن البلكونه، التندة مش مغطيه البلكونه كلها، فالتراب ملا السور بالارض بالغسيل. قسما بالله زي ما بقول لكم تراب اكنك جايبه السجاده دي كانت محطوطه في الشارع. قلت لها يا حبيبتي استني يا حبيبتي استني، برضه عماله تنفض. قلت لها استني بهدلتيلي الدنيا. قلت لها استني دقيقتين اشيل الغسيل، ما قلتلهاش بقى استني نفضي تاني يوم ولا كده. قالت لي انا هستنى دقيقتين. والله العظيم زي ما بحكي لكم كده. كنست بقى البلكونه والله العظيم كميه تراب طلع، وانا لسه مصبنه البلكونه كلها بالشيش، انتوا متخيلين؟ إيه يعني انا لما اجي انفض سجاد بنزل لجارتي اللي تحت مني بقول لها انت منشره، وهي ما عندهاش منشر في البلكونه، هي عندها منشر من الداخل كمان. بنزل اخبط عليها لو انت منشره، بتقول لي اه مش بنفض، بتقول لي لا هشيلهولك ده ناشف. لا انا مش منشره. ليه؟ عشان ما اذيهاش. حتى انا سجادي بشيله نضيف ونفضه نضيف برضو، بستأذنها عشان ما اضرهاش في حاجه. مش دي تعمل كده ولا في الدماغ. في ناس عندها متعه في اذى الجيران او اذى الناس. فيا رب يا رب ربنا يبعدنا عنهم. انتوا ادعوا دايما برضو ربنا يبعدكم عن الناس المؤذيه. والله العظيم مش بديكوا طاقه سلبيه، بس بقولكوا على اللي انا مريت بيه في حياتي. ومهما تتكلمي مفيش فايده، يعني مهما تتكلمي كل ادب وذوق برضو مفيش فايده. فبنفوض امرنا لله، وربنا مطلع بقى، ربنا يعني ايه، ربنا مطلع بالعباد. ربنا يجيب اي حد اتظلم، ربنا يجيب له حقه. بصوا احسن حاجه بقى ايه، خيالي كبير شويه. يعني مفيش حاجه كبيره عن ربنا. الاول كنت حابه الحياه، دلوقتي مش حباها يعني. كنت اقول ايه، نفسي في بيت لوحدي. ليه بقى؟ يبقى السطوح نضيف، السلم نضيف، هنضفه كله بقى. لكن دي عماره 15 دور، انا انضف ازاي الدور اللي فوقيه واللي تحتيه مش هينفع. فالنظافه مفيش احسن منها.
يعني المعامله الطيبه مفيش احسن منها. كنت دايما بقول ايه نفسي في بيت وابقى لوحدي وكده، كان عندي طموح الاول وكده. دلوقتي يعني ايه مش طالبه حاجه، فربنا يسعد بناتي ويعوضهم يا رب خير ويعوضني بيهم. بس بالستر من ربنا. بس كان الاول بقى كان عندي طموح نفسي في بيت لوحدي ويبقى نضيف كده، انا بحب النظافه جدا واحب النظام. آه، بس ربنا بقى يكرمنا يا رب ونحقق كل اللي نفسنا فيه. ويكرم اي حد محتاج اي حاجه ربنا يديهاله. والفيديو طول قوي عليكم، مش عارفه هتحبوه ولا مش هتحبوه، بس يا رب تحبوه، كلامي يكون بيفيدكم يا رب. والله بكلمكم من قلبي وحاجات مريت بيها بجد. انا كنت خلصت المطبخ خلاص ورصيت بقى المواعين. يا رب الفيديو يعجبكم كده، واشتركوا بقى في القناه عشان تكبر تنجح بيكم. بصوا بقى المواعين بقى اللي في الجنب دي حطاها في مصفى ألمونيا كبيره زي ما انتوا شايفين كده، عشان تصفي الميه كلها اللي فيها. بصوا كافيه المواعين ازاي الحلل، عشان تصفي كل الميه اللي فيها وتبقى كويسه. لكن لو غسلنا بقى المواعين بميتها كده في قلب بعض الحلل هتعمل زي ما قلت لكم، هتبقى مش كويسه. هنا كنت خلصت المواعين كلها. ما وريتكوش بقى بقيه المطبخ زي ما قلت لكم بقى، ان شاء الله ما اجدد البوتاجاز كده بقى واعمل دولاب بقى واكمل المطبخ رخام وكده، هصور لكم المطبخ كله. يا رب المطبخ يعجبكم، والمواعين بقى الروتين يكون عجبكم وكلامي يكون عجبكم. وبتمنى لكم السعاده والخير، وادعوا نفسكم كتير ربنا يبعد عنكم الناس المؤذيه ويبعد عنكم كل شر. واي حد عايش بهدوء نفسي كده وبصحه كويسه وحبايبه مش بعيد عنه وما فقدش حد عزيز عليه، اشكروا ربنا كتير. بس مش عارفه اقول لكم ايه. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.